لكل فيلم حكاية ولكل حكاية ملخص، ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. يلا بينا. بتبدأ الحكاية مع شاب اسمه سايمون ده بيكون عايش مع صاحبته جوليا في شقة واحدة، وبيكون هما الاتنين شغلانتهم فنون رسوم متحركة، ودي بالظبط الحاجة اللي خلتهم يسكنوا مع بعض في الأول، وكانوا بعيد عن أهلهم ومستقلين عشان دراستهم وشغلهم. بس في يوم سايمون قرر ياخد جوليا معاه عشان يروح بيت عيلته ويعرفها على أهله. سايمون اختار يرجع في اليوم ده بالتحديد عشان كان عيد ميلاد بابا كارل، وكانت العيلة كلها عاملة له حفلة كبيرة، الكل كان موجود في البيت. بس سايمون لقي واحدة أول مرة يشوفها واقفة جنب كارل أبوه، ولما سأل عمه عشان يعرف مين دي، عمه قاله إنها سونيا سكرتيرة أبوك الجديدة في العيادة. ووقتها بنكتشف إن كارل أبوه ومراته لويس اللي هي أم سايمون هما الاتنين دكاترة أمراض نفسية وعندهم عيادة خاصة سوا. لويس مراته بتشتغل معاه في نفس العيادة، لكن للأسف كارل بيخونها كتير. كارل بيعمل علاقات كتيرة مع بنات، خصوصا المرضى اللي بيتعالجوا عنده أو البنات اللي بتشتغل سكرتيرة معاه. بس دلوقتي الموضوع زاد عن حده، ولويس ما بقتش طايقة حياتها مع كارل وعايزة تسيبه وتنفصل عنه. والقرار ده عصب سايمون جدا، وكان بيحاول يمنع مامته انها تسيب باباه، لكنها قالت له انها مستحيل تقدر تكمل معاه، خصوصا بعد ما جاب السكرتيرة الجديدة دي اللي اسمها سونيا. وقالت له كمان ان ابوه خد اجازة عشان يسافروا هما التلاتة، كارل ولويس وسونيا. ولويس كانت متأكدة انه جاب سونيا معاه عشان ناوي يتجوزها وهما مسافرين، والموضوع شكله كده هيقلب جد. وسايمون لما سمع الكلام ده اتنرفز جدا، وقال لمامته انه مستعد يعمل اي حاجة عشان يبوظ العلاقة دي ويبعد سونيا عن ابوه. ووقتها الام جات لها فكرة شيطانية عشان تنقذ بيتها، وقالت لسايمون انه يشتغل في العيادة مع سونيا، وبكده سونيا هتبقى مضطرة تفضل معاه في العيادة وتساعده عشان الشغل ما يتعطلش. وبالخطة دي لويس وكارل هيسافروا لوحدهم، وربما ممكن يحاولوا يصلحوا علاقتهم هما الاتنين بعيد عن المشاكل. وفي نفس الوقت سونيا هتبعد عن كارل ابوه ومش هتعرف تكون معاه في السفرية. ووقتها سايمون عجبته الفكرة ووافق بسرعة، ووعد لويس انه هينفذ الخطة زي ما اتفقوا. وجه ميعاد السفر، وسايمون ودع مامته وباباه وهم سابوه في العيادة لوحده مع سونيا. وتاني يوم الصبح سايمون سمع سونيا وهي بتتكلم في التليفون مع حد، وكانت بتقوله انه يسيب اسرته علشانها. وطبعا سايمون شك ان الشخص ده هو ابوه كارل، لكنه قرر يتجاهل كل ده ويبدأ الشغل اللي مطلوب منه في العيادة. ومع الوقت سايمون حس بالملل في العيادة وراح يتكلم مع سونيا، وهي كانت لسه متضايقة عشان ما سافرتش مع كارل ومعرفتش تتجوزه، وقالت له انها عايزة تعمل كده عشان عاشت حياتها كلها لوحدها، وكل اللي بتحلم بيه انها تخلف طفل وتكون اسرة مع كارل، بس خطتها كلها باظت بسببه. ووقتها سايمون اتأثر جدا بكلامها وحس بالتعاطف معاها، ولما حاول يواسيها ويديها منديل سونيا قربت منه وحاولت تغازله بطريقة رومانسية، وهو اتحرك جدا من الموقف ده وسابها ومشي بسرعة. ولما قابل سونيا تاني يوم اعتذر لها عن الموقف اللي حصل منه امبارح، وهي غيرت الموضوع وما بقتش متضايقة منه زي الأول. بس سايمون طلب منها ان اللي حصل ده يبقى سر بينهم، عشان لو قالت لباباه ممكن يتسبب له في مشكلة كبيرة. ولما سونيا خرجت من العيادة سايمون بقى قلقان اكتر، وفكر انه يراقبها عشان يتأكد انها مش هتقول حاجة لابوه. وفي الوقت ده وهو بيدور في العيادة على عنوانها لقي الملف بتاعها، وعرف انها كانت مريضة عند ابوه وكانت بتحاول تخلص على نفسها بسبب الاكتئاب والوحدة. ولكن كارل قدر يعالجها، وبعد ما خفت شغلها معاه في العيادة. وتاني يوم سونيا دخلت العيادة وهي بتدور على الملف بتاعها عشان مش عايزة حد يعرف انها كانت مريضة نفسية. ولما سألت سايمون على الملف قال لها انه لقاه وهو بيرتب العيادة.
ووقتها سونيا عرفت انه عرف سر مرضها واتأثرت جدا وزعلت منه عشان دي حاجة خاصة بيها. ولما هددته انها هتعرف ابو كارل كل حاجة، سايمون قرب منها واخد منها الملف بالعافية. ووقتها سونيا استغلت الفرصة وقربت من سايمون، وسايمون هو كمان قرب منها لانه خاف يزعلها فتقول لابوه ان هو متفق مع مامته عشان يبعدوهم عن بعض. وبعدها سونيا خرجت من العيادة بسرعة عشان خايفة حد يشوفهم، وسايمون راح معاها غرفة سرية بعيدة عن العيادة وقربوا من بعض مرة تانية. وبعدها سونيا وهي بتوصل سايمون ادت له عنوان بيتها عشان يجي يزورها، بس وهو في طريقه للبيت شاف جوليا حبيبته قاعدة مع شاب غريب، فسألها ايه اللي بتعمليه هنا، فعرفته انها بتدور على حد يساعدها في الرسومات بتاعتها لانه مشغول عنها طول الوقت. وبالرغم من انها كانت متضايقة منه قالت له لو عايز تكمل شغل تعالى البيت في اي وقت تكون فاضي فيه. بس سايمون مشي وسابها وكان شاكك انها بتخونه مع الشاب ده. وتاني يوم سايمون خرج مع جوليا بس كان زعلان من نفسه وعايز يعترف لها باللي عمله مع سونيا، وفعلا اعترف لها بكل حاجة حصلت في العيادة وعلاقته بسونيا. وجوليا كانت مصدومة انه خانها ومشيت وسابته لوحده. وفي نفس الوقت ده ليه رسالة من سونيا بتطلب منه يجيلها البيت عشان يقضي الأجازة معاها، وفعلا سايمون راح لها البيت. ولما وصل سونيا كانت رومانسية جدا معاه وقربت منه. وتاني يوم الصبح سايمون صحي من النوم ملقاش سونيا جنبه، ولكنه شاف رسالة بتقوله فيها انها خرجت تجيب حاجة وهترجع بسرعة. ووقتها سايمون بدأ يتفرج على بيتها وشاف صورتها مع ابوه وعرف ان ابوه ادى لسونيا البيت ده هدية. وفي نفس اللحظة دي كارل ابوه رجع من السفر وراح على بيت سونيا عشان يشوفها، ولكن كارل اتصدم صدمة عمره لما لقى سايمون ابنه هناك وسأله عن سبب وجوده في بيت سونيا. لكن سايمون هو اللي سأله انت ليه بتخون امي مع سونيا؟ والاتنين بدأوا يلوموا بعض ويتخانقوا بصوت عالي. وكارل قال لسايمون ان سونيا كانت عايزة تخلف منه طفل بس ده مستحيل لانه خلف سايمون ومن ساعتها ما بقاش بيخلف تاني. وهنا بقى صديقي فهمنا ليه سونيا قربت من سايمون بالذات. ولما سونيا رجعت البيت كارل حاول يتكلم معاها لكنها تجاهلته وقربت من سايمون وحضنته قدامه. وكارل فهم انها بتحاول تضايقه فقال لها انها مش فارقة معاه وانه اكيد هيعرف بنات غيرها. وقال لسايمون المشكلة بقى لما لويس تعرف بعلاقتك بسونيا. ولما سايمون رجع البيت لأمه عرفت كل حاجة لأنها لما حاولت تبعد سونيا عن جوزها بالغلط قربتها لابنها سايمون. ولما سايمون شاف مامته في الحالة دي حاول يتأسف لها وقال لها انه كان بيحاول يساعدها مش اكتر، ووضح لها ان سونيا بنت طيبة وانها صعبت عليه وكل اللي عايزاه انها تكون اسرة وتخلف طفل. وبعد 9 شهور بنلاقي سونيا خلفت طفل من سايمون وبقى عندها أسرة زي ما كانت بتحلم. ودلوقتي هي اتجوزت سايمون وعايشة ببيت أبوه اللي اداهولهم هدية. لكن سايمون بيكون اتورط في علاقته مع سونيا وبيكون زعلان عشان لما افتكر حياته قبل ما يعرفها قد ايه كانت سعيدة وكان بيرسم وبيعمل الحاجات اللي بيحبها. ولكن بعد ما ظهرت سونيا في حياته دمرت له كل حاجة. ولغاية هنا يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. سلام.